تعالى علي. حبيبي تعالى يا اخويا. لا لا يابا، انا هسيبك كده عشان ترتاح شويه، وانا هطلع برضه. هطلع كده اشوف اعمل ايه واقعد مع نفسي شويه واشوف اتصرف ازاي. والله العظيم يا علي يا اخويا، انت مش من ساعه ما حكيت لي وانت شايلتني الهم. طب ما فيش اي حل؟ طب ما نروحش للراجل اللي انت مديله وصولات امانه دوت، طيب نتحايل عليه نقول له استنى شويه ولا اي حاجه؟ المشكله انا عملت كل المحاولات وهو مش مستبر. خليها على الله وربنا يعمل الخير ان شاء الله. يا رب يا رب. هو كده المشكله في كام يا اخويا؟ هي 50,000 جنيه. 50,000 جنيه ويا الدفع يا الحبس. للاسف الشديد. لا حول ولا قوه الا بالله. سلمها لله يا اخويا. طب خش تعالى طيب اشرب شاي. لا لا يابا انا هطلع كده. عاوز حاجه؟ سلامتك. مع السلامه. لا حول ولا قوه الا بالله. على اخويا مخه هيطير. عليه 50,000 جنيه مضى وصل امان ويا الدفع يا الحبس، وانا ما باليد يحيلي. طب هعمل ايه؟ يا رب دبرها من عندك يا رب. يا سهام تعالى يابا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا سهام. انا كنت سامع حد بيتكلم معاك بره، مين اللي بيتكلم معاك؟ ده علي يا اخويا، عمك علي. عم علي هنا؟ لا مش هنا، طلع فوق. طب مش قاعد تتغدى معانا ليه؟ مش هتغدى اخويا، مش هاكل اخويا، نفسي انسدت من الدنيا باللي فيها. ليه يا حماده في ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مفيش، كان النجس عنده بضاعه في المحل راح يجيبها ومش معاه ولا جنيه، جاب بضاعه ب50,000 جنيه والراجل مضى وصل امانه على بياض. البضاعه قاعده ما بتتباعش، راح يقول للراجل خد بضاعتك، قال له لا انا عايز فلوس ويا الدفع يا الحبس. انا هستنى لما يجي واخد اخويا من البيت. انا ينفع اشوف اخويا بيتحبس قدام عينيا وانا واقف مش عارف اتصرف ولا عارف اعمل ايه؟ وما باليد حيله انت عارف. لا حول ولا قوه الا بالله. ربك هيدبرها يا حماده. ربك هيدبرها صحيح. بقول لك ايه؟ ايه؟ العبد في التفكير والرب في التدبير. سلمها لله، اللي ربنا عايزه هو اللي هيكون. ربنا يفرجها عليه يا رب. لا اله الا الله. طب بعدين هعمل ايه دلوقتي؟ فكها من عندك يا رب. بس انا عملت المستحيل مع الراجل ان هو يستحملني، وهو للاسف هيروح يقدم فيها بكره. وبعدين انا راجل ليا وضع في البلد وراجل كبارة في البلد. هستنى كده اما يروح يقدم فيا ويحبسني ويبهدلني بعد العمر ده كله؟ لا اله الا الله. فكها من عندك يا رب. الله يا اخويا انت جيت. طب مش تنادي ولا تقول انك جيت؟ ايه الحل؟ هعمل ايه؟ الله، انت بتتكلم في نفسك ولا ايه؟ نورة؟ ايه يا نورة؟ في ايه؟ في ايه؟ انت ما ناديتش ليه ولا عرفتني ان انت جيت؟ وانا لازم انادي عليكي ولا عارفك ان انا جيت؟ ما سمعتيش رزعة الباب؟ بعدين يا بنت افرض حرامي داخل الشقه سرق حاجه من الشقه من هنا ولا حاجه، نقول يا ريت اللي جرى مكان. حرامي؟ انت مش شاطر غير في التريقه بس، دي اللي بناخده منك. مالك قاعد زعلان ليه؟ تريقه؟ لا مفيش حاجه، مال على الله. قاعد شايل طاجن ستك لك كده في ايه؟ مفيش حاجه يا ست، مفيش حاجه، خير ان شاء الله. مفيش حاجه؟ وانا اتحايل عليك عشان تحكي لي ولا ايه؟ ما تحكي لي زعلان ليه؟ هقول لك يا ست، المحل فضل من البضاعه وكان لازم اجيب بضاعه وانا معيش فلوس. رحت جبت بضاعه ياجل من الراجل ومضيت على نفسي وصلات امان ب50,000 جنيه، وبقى لي شهرين قاعد مفيش لا بيع ولا شراء، والراجل محتاج فلوسه. يا اما اوديله الفلوس يا اما يقدم فيا ويحبسني. يعني دلوقتي يا الدفع يا الحبس، وانا مش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. يا الدفع يا الحبس؟ طب ماشي ان شاء الله هتنحل. اتصرف كده من حد في قرشين، قول لاخوك كده يتصرف لك في قرشين وهتنحل وهتسد الراجل. حاولت وما عرفتش، واخويا هيجيب منين؟ ما على قد حاله والله يسهل له برضه، ومش عارف اتصرف ازاي. ايه على كده ملهاش حل خالص؟ ايه ان شاء الله وفي حل. في حل. في حل؟ ايه هو؟ هقول لك يا نور، هحتاج منك الذهب بتاعك، اخده وابيعه واسد الفلوس وان شاء الله هجيبهولك وبزياده. دهب ايه ده ان شاء الله اللي انت عينك عليه؟ دهب اللي اديهولك دوت، انت مش من حقك ان انت تبيع دهبي. الله الله الله، ايه يا بنت الكلام اللي انت بتقولي ده؟ اللي سمعته، ما تجيبش سيره الدهب تاني. ده انا بقول لك هعوضك وهجيب لك اكتر منه. يام مش فاكره حاجه ليا حلوه خالص؟ يام ناسيه كل حاجه؟ بقول لك ايه، سيبك من الكلام الناعم دوت. هو اللي يبيع دهب دلوقتي يعرف يشتريه؟ ما تجيبش سيره الدهب دي تاني خالص. قال دهب الجال، دهب ايه يا عسل؟ مين قال دهب الجال؟ دهب ايه يا عسل؟ ازيك يا نور؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويسه يا اختي. امال عم علي فين؟ جوه يا اختي، ادخلي له. عايزاه في ايه الهطله دي؟ عم علي، عم علي. يا سلام.
انا كنت عايزاك في حاجه. حاجة يا سهام، بقول لك ايه، سيبيني في حالي، مش ناقص دماغك الهطله دي ولا ناقص اسمع كلامك التعبان دوت. كفايه اللي انا فيه والمشاكل اللي انا فيها بالهموم اللي انا فيها. انا عارفه يا عم علي المشاكل اللي انت فيها، اخوك حماده حكالي، وانا عارفه ان انت عليك فلوس ويدفع الحبس، وانا مش شردين يا عم علي تتاخد من وسطينا، انت كبير البيت. خد يا عم علي. خد ايه يا بنتي؟ خد يا عم علي فيك زنجتك. ايه ده يا بنتي، انت بتديني ذهبك؟ يا عم علي، وما تفكرش في اي حاجه، انا كده كده شايلهم للوزه. لا اله الا الله، ده انا مراتي ما عملتهاش معايا يا بنتي. معلش يا عم علي، ربنا يهدي. لا اله الا الله. بص يا عم علي، وعايزه اطلب منك طلب. ايه يا بنتي؟ انا مش عايزه حماده يعرف حاجه. ايه ليه، هو انت جايباهم من وراه؟ انا خفت اقول لحماده، اقول ان انا بشايلكوا جميله وعينيها تنكسر قدامي، فانا مش عايزاه يعرف حاجه، دي بيني وبينك. لا اله الا الله. تشكر يا بنت الاصول، ربنا يبارك فيك يا بنتي، وحقك عليا، انا اللي دايما كنت بعملك وحش وبقول انت انك هطلع تعبانه في مخك. وايه يعني يا عم علي، انت اخويا الكبير، عايز حاجه؟ ربنا يخليك يا بنتي. لا اله الا الله. وجا سهام اللي كنت بقول عليها هطلع جايه تديني ذهبها، ومراتي حشت ذهبها عني. لا اله الا الله. ايه يا بنتي؟ ايه يابا؟ يعني اطلع الحمام مش هلاقيكي؟ ما تقولي ان انت جايه لعمك علي ولا نوره كنت طلعت معاك. يا اخويا يا نوره، هناكل ولا ايه؟ حاضر من طب ما عينيا. يلا، امال ايه طيب؟ خد يا حماده تعالى عاوزك. ايه يا عم؟ تعال. روح روح انت شوف عايز ايه واجي. ايه يا عم عايز ايه؟ تعالى. كويس ان انت طلعت. طيب خلص عشان جعان. انت عليك ماشي. فلوس، انت راجل مديون، مش جاي لك نفس تاكل، انا جعان عايز اكل. لا ان شاء الله خير، بس انا عايزه بس اوصيك وصيه كده قبل ما تنزل تاكل. عينيا. بقول لك ايه، سهام مراتك يا حماد، خلي بالك منها وحافظ عليها، دي بنت اصول وطيب ومحترمه، واوعى تزعلها، لو زعلتها في يوم بص انا اللي هجفلك واخد حاجها منك. لا اله الا الله، بتوصينا على سهام؟ ده انت كنت مسميها الهطله، ده انت كنت بتقول عليها عبيطه. سبحان مغير الاحوال، ايه اللي حصل؟ لا اله الا الله. هطلع ده احنا اللي هطلع حماد. يلا الحمد لله. ايه اللي حصل يا اخويا؟ في ايه؟ ما بقول لك تعرفني. إيه، المهم ان هي فرجت الحمد لله، وهسد الفلوس. والله الحمد لله. اقسم الحمد بالله لله. عمال اقول يا رب اقف معانا. الحمد لله. اقسم بالله فرحتني يا عم وطمنتني والله العظيم. الحمد لله. ايه أخويا فرجت والله. ازاي؟ الحمد لله. ده الله يبارك لك يا نوره، الله يبارك لك يا نوره يا اصيله يا بنت الناس. كنت متاكد اقسم بالله ان انت مش هتسيبي جوزك في موقف زي ده. الله يبارك لك. يا غمه وانزاحت يا جدع. الحمد الله يبارك لك فيها يا رب. هي بقول لك ايه، الدهب ده مش بتاع نور على فكره. ده مش بتاع نوره؟ اه الدهب ده انا بشبه عليه. هقول لك بصراحه، بس انا ما كنتش عايز اقول لك، الدهب ده بتاع سهام. ايه بتاع سهام. ده بتاع سهام ومراتي؟ اه واديتهولك ليه؟ ده ما عرفتنيش ان هي هتديك ده. ما هي بصراحه بص، وما كانتش عايزه تعرفك وجابت لي يا حماد، بس انا بقول لك علشان تحافظ عليها وتاخد بالك منها، لان هي بنت اصول، مش عايزه تعرفك يا حماده عشان ما تشيلكش جميله وتحس ان هي عملت حياه كبيره ليك، وتحس ان انت عينيك مكسوره قدامها، فعلشان كده ما عرفتكش يا حماده. يعني هي بتديك الذهب من ورايا عشان ما تشيلنيش جميله، عشان ما اقولش في نفسي ان هي فكت زنجة اخويا فتبقى عينيها مكسوره قدامها. اه سهام يطلع منها ده كله. بس انا اضطريت اعرفك يا حماده علشان تاخد بالك منها وتحافظ عليها يا حماده، دي بنت اصول يا ابني ما تتعوضش. لا حول ولا قوه الا بالله. خد يا اخويا، هي بنت اصول. على فكره انا كنت ناوي اعمل كده، انا كنت هعمل كده. وجودك معانا بالدنيا. ربنا مش يبارك. ينفع يا اخويا، انت راجل كبير في البلد، احنا بنمشي في البلد على حسك، ما ينفعش على اخر الزمن تيجي الحكومه تاخدك من وسطينا. حبيبي يا اخويا. فك زنجتك وان شاء الله باذن الله خير. ان شاء الله بامر الله. عايز حاجه يا اخويا؟ حبيبي يا اخويا. سلام. مع السلامه. يا ما انت كريم يا رب. سهام ايه يا حماد؟ تعالي. ايه في ايه؟ انت كنت بتعمل ايه فوق؟ كنت بعمل ايه؟ يعني ايه بتعملي ايه؟ انت اديت الذهب لاخويا؟ يا حماد، قلتم اشيل طين. أما ليه أنت- اديتهوله ليه؟ انت عايز اخوك ينحبس يا حماده والحكومه تيجي تاخده من وسطنا؟ يعني تيجي تاخده من وسطنا؟ ما تيجي تاخده من وسطنا يا بنتي، ايه اللي هيحصل؟ ما ينحبس، الحبس للجدعان. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حماده؟ اخوك كبير البيت وكبيرك، عايزه ينحبس؟ عايزه ينحبس؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب مراته ما رضتش تديله الذهب تديهوله انت؟ انا ماليش دعوه، كل واحد بيعمل باصله، ده احنا بنمشي في العزبه على حس اخوك يا حماد. في العزبه على حس اخوك؟ كفايه بنمشي في العزبه على حس اخوك، كسبنا صلاه النبي. طب هو دلوقتي خد الذهب، انا هطلبه منه ازاي؟ فهميني كده، مش هيجي لي عينه
اطلبه، هقف لاخويا على ذهب؟ وانت مش تطلبه اصلا يا حماده، هو اخوك مش هياكل عليا الذهب، انا عارفه عم علي مش هياكل عليا الذهب، وقت ما ربنا يفرج عليه هيجيبه لي يا حماده. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني انت شايفه كده يا بنت الناس؟ ازاي بقى حماده انا شايله له وقت الزنقه ومفيش زنقه اكتر من كده. الله يبارك لك، الله يبارك لك. انت بنت ناس قسما بالله يا بنتي، صدق اللي قال فعلا، زي ما الرجوله مواقف، بنت الناس الشبعانين الاصيله اللي متربيه على طبليه ابوها هي كمان مواقف. هنتغدى ولا ايه؟ يلا. طب ما يلا. طيب استنى ايه يا اسطى؟ خلصت، هي خلصانه من بدري. خلي بالك عشان اقول لك بس كلمتين، ما تضحكش كمان، الله يسترها معاك. هم كلمتين هقولهم لك يا اسطى، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بنت الاصيل هتعليك، وبنت العويل هتوطيك، والجدعه مواقف، واللي شبعانه على طبليه ابوها مواقف، واللي هتحبك قسما بالله هتبيع الدنيا وتشتريك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.